جالي اتصال من عميل من مصر طلب مني مساعده، بيقول لي ان في بروكر عرض عليه فيلا بسعر رخيص جدا، وبيقول لي انها لقطه، ومن كتر ما سعرها رخيص خلاه يشك في الكلام وفي القصه، وكان عاوز يتاكد مني ان كلام البروكر ده صحيح ولا لا. طلبت منه انه يبعت لي كل تفاصيل وصور الفيلا والتايتل ديد والعقد وكل الكلام ده عشان افهم الموضوع. وبعد ما بعتهم عرفت ان الفيلا في منطقه اسمها DIB، والفيلا دي مش فري هولد، هي ليز هولد، يعني تملك 99 سنة بس. ولو كان صاحبها المالك الحالي بتاعها شراها من 10 سنين أو من 20 سنة، فال10 سنين أو ال20 سنة دول بيتخصموا من ال99 سنة، يعني لما هو هيجي يشتريها هياخدها بس تقريبا 89 سنة. ده دايما بيعمل فرق في الأسعار في المناطق الفري هولد عن الليز هولد، اللي بيوصل ساعات 20% أقل وساعات بيوصل ل 40% أقل من مناطق الفري هولد. يعني لو نفس الفيلا دي بنفس المساحة بنفس الفيو بنفس كل حاجة موجودة في منطقة فري هولد وتمنها 5 مليون، في الليز هولد ممكن تبقى من 3 مليون ل 4 مليون بالكتير. فرجعت للعميل وشرحت له ان الفيلا دي في منطقة اسمها DIB، والمنطقة دي هي ليز هولد مش فري هولد، وهو كمان ما كانش يعرف يعني ايه فري هولد وليز هولد. وبعد ما شرحت له واتضح ان البروكر اللي عرض عليه الفيلا ما قالوش على النقطه دي، وبعدها شكرني وطلب مني ان ادور له على الطلب بتاعه فيلا بمواصفات معينه وتكون فري هولد، وقال لي انه هياخدها مني انا خلاص. انت كمان اتاكد كويس من المشروع اللي انت هتشتري فيه قبل ما تقرر، عشان ما تتفاجئش متاخر وبعد ما تكون ضيعت وقتك ومجهودك وانت بتدور على العقار الغلط، لان بيع عقارات الليز هولد ما بيكونش سهل زي عقارات الفري هولد. لو محتاجين استفسار او استشاره اتصل على الرقم او ابعت على الواتساب او اكتب لنا في الكومنتات واحنا هنرد عليك. شكرا، مع السلامة.